السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل شوية بحريات كده خفيفة تحفة جدا. في الصيف والحر والمصايف بنبقى عايزين أكلات حلوة وخفيفة. معايا شوية جندفلي وشوية جمبري تحفة جدا. هعملهم ازاي؟ بمنتهى البساطة. هحط هنا ليمونة كبيرة أو ليمونتين متوسطين و3 معالق زيت كبار، زيت نباتي عادي. تمام. وهحط معاهم شوية بهارات زي ما انتوا شايفين، ملح وفلفل وكزبرة وكمون. البحريات عدوة الملح، يعني ما نكترش ملح ابدا. الكمية دي كانت كيلو جمبري وكيلو ونص من الجندفلي. تمام. حطيت عليهم معلقة صغيرة ملح ونص فلفل وربع كمون وربع كزبرة. وهنا معايا بصلة متوسطة و4-5 فصوص ثوم، وده فلفل اخضر احنا كنا مفرزينه من رمضان. تقدروا تستخدموا اخضر احمر اصفر او ال3 مع بعض، مفيش اي مشكلة ابدا. هضربهم ضربات متقطعة زي ما انتوا شايفين عشان انا عايزاه يبقى خشن مش ناعم، يبقى القطع بتاعته مش كبيرة ومش صغيرة. هرجع بقى اضيف البصل والثوم على الخليط اللي كنا عاملينه من الزيت والبهارات والليمون. تمام. هضيف معاهم كمان نص فلفلاية تقريبا من الفلفل اللي انا عاملاه، ولو هعمل فلفل الالوان اقدر احط ربع واحدة فلفل من كل لون. اقلبهم كويس جدا وعلى حلة على نار متوسطة مش عالية، بدون اي حاجة ولا مادة دهنية ولا مية ولا اي حاجة. هنزل معايا البحريات اللي موجودة معايا زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احط عليها الحباش بتاعها. واديله تقريبه كده صغيره واسيبه على نار متوسطه واغطيه كويس جدا. ما احطش ميه، ما احطش اي حاجه. هسيبه لمده 5-6 دقايق، وبعدين ابدا افتح عليه الحله واقلبه تقلبتين، انطق الحله كده تقلبتين 3. خد 10 دقايق بالظبط وكان استوى. وعملت طبعا شويه رز صياديه وبالف هنا وشفا زي ما انتوا شايفين، تحفه جدا.